السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلينا بداية الفيديو يا ريت نفوت ندعي لجميع البلاد العربية ربنا يديم الأمن والأمان ويفرجها عليهم. قولوا اللهم آمين يا رب العالمين، يا رب يا رب. توقف مع أهلنا في غزة وأهلنا في السودان وفي سوريا وفي جميع البلاد العربية، وربنا يديم الأمن والأمان على أهلنا في الأردن. طبعًا حبّيت هاي خلّيها يالّا عادي بيهمش. حبّيت إني أفرجيكم ورداتي الجورية. طبعًا اللي سألوني في البث اللي عملته أنا يوم الأحد، هذا جوري فرنسي. للأمانة الريحة بتدوّخ، ريحة كثير حلوة، بس مشكلتها هاي الوردة سبحان الله وركاتها بسرعة بسقطن، يعني بتيجي نتوفة هوا بسرعة بوقعن على السريع. بلشنا في تفريزات شهر رمضان، لا تقوليليش بدري ووخري ومهل ما مهل حبيبة قلبي. خليني أقول لك شغلة واحدة، أنا من شهر 7 بلشت تفريزات شهر رمضان، بلشناها في الدوالي. طبعا في ناس كثير انتقدتني أو انتقدت الفيديو بدري على التفريز، راح يخرب الدوالي. إن شاء الله راح أفرجيكم الدوالي ببداية شهر رمضان المبارك. للأمانة لحديت الآن أنا ما استعملت الدوالي، لأنه فعلا هي بكى الفيديو يعني لشهر رمضان. وهو يعني سبحان الله زي ما بتعرفوا إحنا في شهر رمضان أكيد بنحب نجتهد في العبادات أكثر ما نجتهد في الشغل، حتى لو بقى عنا قنوات وبقى عنا متابعين. طبعا أنا هنا قاعد بقطم في أدية، بحب إني أساوي في أدية لأنه فعلا آخر فترة عندي شحنات الكهرباء زيادة عن اللزوم. طبعا تعليمات الطبيب أنا أكيد بدي أتبعها. هسا إذا أنت مش حابة فكرة إنك تفرزي من هسا، هذا يا أختي إشي برجع لك. بس أنا دائما بحب أعطي نصيحتي لجميع أخوتي وخواتي، استغلي الشغلة اللي بتحبيها لما يكبى سعرها رخص، أو يعني يرخص مثل الناس. يعني الفاصولي هاي للأمان إلها من 20 يوم سعرها ما نزلش عن 2.5 ليرة، صارت الحمد لله رب العالمين السعر نصف دينار. فأكيد أنا بدي أشتري كمية وبدي أفرزها، وإن شاء الله بيجي شهر رمضان علينا وعليكم وعلى أم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وإحنا وإنتوا هادين البال. هسا فوتي جراي صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. جوزي ضرب علي تلفون كلي جبتها أو عيني جايبها عشان قررت إنها تعيش معاك إلى الأبد. للأمانة بلش عقلي يودي ويجيب ويجيب يودي ويطلع وينزل. للأمانة لخمني هالزلمة لخمني، فتفاجأت في اللي جايب لي إياها. هسا خليني أكسب الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وخلينا أرحب بالناس اللي فاتوا على قناة فلاحة فلسطينية، الناس تجداد كلكم حياتكم الله. أهلا وسهلا فيكم، نورتوا قناتي البسيطة المتواضعة. وشكر خاص لأخوتي وخواتي، الناس اللي معاي من زمان، الناس اللي بتتابعني من زمان، ربنا يجبر خاطرها دنيا وآخرة. شكرا على التعليقات الحلوة اللي مثل السكر، وشكرا لدعمكم المعنوي والنفسي اللي فعلا بتدعموني إياه، ودائما بتشجعوني فعلا عشان أنزل فيديوهات كثير شلبية. للأمانة هذا التصوير امبارح اللي هو يوم الأربعاء. اليوم صورت كمان يعني فيديو خفيف لطيف، إن شاء الله راح أنزلكم إياه بإذن الله سبت، وإحنا أكيد على موعدنا سبت ثلاثة خميس تنزيل الفيديوهات. أما يوم الأحد بإذن الله تعالى في عنا فيديو شلبي، والفيديو عفوا بث شلبي. والبث اللي راح أعمله المرة هاي بث يعني فاخر من الآخر، انتظروني إن شاء الله تعالى. طبعا حطينا نتفي من السكر علشان الفاصوليا تضلها معانا خضرة مثل قلوب متابعيني ومتابعاتي، وأول ما تغلى أول غلوة بدي أنشلها واغسلها واخليها تصافى. وبعرف في ناس كثير بتفرز الخضار من غير سلك، بحطوها على حالها. يا عمي شغلتكم وطريقتكم هاي للأمانة ناجحة 100%. أنا بحب أنزل طريقتي، اللي حابة إنها تتبعها أهلا وسهلا. طبعا وصلت
الضيفة العزيزة اللي كلي أبو محمد جبت لك إياها أو جبتها علشان تريحك. طبعا هاي الجهاز أو هاي الماكينة للأمانة أنا لأول مرة بستعملها، إذا عندها وحدة أو أي حدا عنده معلومات عنها كيف إني أستعملها يا ريت اكتب لي في التعليقات. طبعا والله أنا حاولت أقرأ، زي ما بتعرفوا أنا لبلب في الإنجليزي ولا يهمكم لعبت الإنجليزي. للأمانة بكيت ماسك الورقة بالشكلوب. طبعا هسه راح افرجيكم منظري او المقطع اللي انا قاعد فعلا طلعت انا يعني ماسك الورقة بالشكل. هاي الماكينة او هاي الاداة طبعا هاي مهمتها تشفط الهواء او تسحب الهواء من كيس الخضار، وثاني هيك او ثاني حاجة بتعمل على كبس الكيس، بدل ما تعكد الكيس او تربطيه هي بتكبسه. طبعا لانه فيها حرارة من جوا، بعرفش طبعا هاي المسطرة هي خاصة في سحب الهواء أو شفط الهواء وكبس الأكياس. طبعا لاحظتوا على الورقة كيف بكت مشكلة يا جماعة الخير، مش كل واحد وعلامه. أكيد يعني بحبش أحكي عن حالي كثير، بدأت حدا يقول عني متكبرة. طبعا هذول الأكياس خصوصي لهاي الجهاز أو هاي الماكينة. وأكيد هنا عنا الفاصوليا صارت خضرة، وأكيد بسلوكة سلكة وحدة يعني غلوة وحدة، وتبينا عنها المية وبسم الله ما شاء الله لون وريحة والله بتتاكل من غير أي حاجة. بس زي ما بتعرفوا المرة الشاطرة والمرة الفصحى والمرة اللي بتدبر أمورها وأمور دارها، فرز الشغلات اللي انت بتحبيها لما سعرها يرخص. لأنه شهر رمضان ما بدنا نقضيه للتفريز أو للأكل والطبايخ، أكيد بدنا نقضيه للعبادة. صحيح بنعمل لأولادنا وأهل دارنا الغداء أو الفطور عفوا، بس هذا لا يعني أو لا يغني إنه في عنا أشهر قبل شهر رمضان، هاي الأشهر انت استغليها وفرزي الحاجات الضرورية. هسا خلينا نكتب الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونط جراي 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 على هالمطبخ، اعملي كوباية شاي كوباية قهوة وتعالي اتفرجي على روتين فلاحة فلسطينية. وأكيد اليوم في عندي قناة أنا حابب أدعمها قلبا وقالبا، وإحنا مستمرين إن شاء الله في دعم القنوات. وفي أجاني سؤال مرة، ليش انتي غيرتي أسلوبك أو غيرتي نيتك في دعم القنوات؟ انتي متغيرة يا فلاحة. شايفين هاي الماكينة؟ حطي أي نوع خضار في هذا الكيس، طبعا بدنا نطبخها أو بدنا نسجرها طبعا بمساعدة أبو محمد. طبعا أنا ممنوع ألمس الأجهزة الكهربائية حتى لو بكت كثير بسيطة، لأني في عندي شحنات كهرباء وهذا مضر علي. طبعا استلامي للجميع، هذا أكيد تجربتنا وقاعدين إحنا بنحاول. والله بكائي لي خاطر أخلي هيك الصوت على الطبيعة وتسمعوا صوتنا وأنا وأبو محمد نتناكر على هاي الماكينة. سعرها مش غالي كثير بس فعلا بتريح ست البيت. طبعا مهمتها تشفط الهواء اللي داخل الكيس، وغير هيك لازم تسكر الكيس. للأمانة أنا بس كيس واحد زبط معايا، أما باقي الأكياس ما زبطت. فعادي بهمش، الإنسان بتعلم من تجاربه. برجع بقول محاولتي أنا طلعت فاشلة، فإذا أنتي عندك أي معلومة بتقدري تفيديني فيها يا ريت تكتبي لي في التعليقات. هسا خلينا نكتب الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وسمعت اليوم سمعة إنه في مباراة، وبعرفش والله متى الفيديو راح ينزلكم. طبعا أنا بعرف إنه عقب صلاة العشاء بس حسب النت. هاي أول حاجة. ثاني حاجة بدريش إذا بكبر حدا فاضي يحضر لي ولا لأ، بس أنا زي ما أنا معودتهم عقب صلاة العشاء وأنا ونصيب. وبتمنى من الله إنه ترفعوا لي فيديو اليوم بالمشاهدة واللايكات، وإذا بتقدروا تشيروا للقناة خير وبركة. قال أنتي اتغيرتي، هذا حكي بعض الناس اللي بيقولوا لي أنت تغيرتي خصوصا اتجاه قنوات ثانية. مناش نذكر أسماء القنوات لأني بديش أقعد أركع وأطبطب عليهن. اللي بدها تفهمني صح أهلا وسهلا، واللي بدها الباب بفوت 70 جمل. طبعا أنا هنا محاولات يا جماعة الخير عشان التشيس يطبق ما طبق. في الأخير قلت هي يعني مطولة مع أهلك، تعالي جبنا تشيس التفريز ودرنا، لأنه خاص التشيس إجمالا اتفزر معانا من فوق، بزبطش إني
أستعمله ثاني مرة. فحاولت إني أسترها أو أستر على الجهاز بكيس التفريز اللي إحنا بنعرفه. كمان محاولة طلعت غلط. الإنسان أكيد ما انولد متعلم كل إشي، إحنا بنتعلم من خلال التجارب اللي إحنا بنخوضها. هسا خلينا نكسب الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي الأخير رجعت فرزتهن أكياس زي ما هن، زي ما إحنا متعودين، وبنرجع بنقول ربنا يجيب شهر رمضان يا رب العالمين، إحنا وإنتوا هادين البال، قولوا اللهم آمين يا رب العالمين. اللي نسيت تطج اللايك يا ريت تروح هسه جراي تطج اللايك، وإذا بتقدري تكتبي لي أثر من تعليق خير وبركة، وإذا تقدري تشير لقناتي كمان أنا بكبة مشكورة إلك. طبعا فيديو اليوم كثير بسيط، عملنا أكلة بس للأمانة ما حبيت إني أجمعها مع الفيديو هذا لأنه فعلا حسيت الفيديو طويل. معظم الناس صارت تمل من الفيديوهات الطويلة، وأنا بحاول إني أشكل وبحاول إني فعلا أفيدكم في كل فيديو لو بمعلومة كثير بسيطة. شايفين كيف الفاصوليا نفسه يعني شفط كل الهواء وطلع جميع السوائل اللي فيه، وغير هيك التشيس ستر. للأمانة يعني محاولة واحدة طلعت ناجحة، أما باقي المحاولات أكيد فاشلة. برجع بقول اللي عندها أي معلومة يا ريت تدني، ربنا يدلها على الخير ويجزيها كل الخير، تدلني كيف أنا أستعمل هاي الماكينة. بس لما يجيك اتصال من جوزك يقول لك أنا جبتها وقررت إنها تعيش معك، وين عقلك بروح؟ تفكيرك وين بيجي؟ خلينا نكون صريحين، للأمانة أنا ببالي ضرتي، يعني ما جاش في بالي هاي القطمة، هاي الخشبة أو عفوا هاي الحديدة. يعني بعرفش سبحان الله بصير الشيطان هنا يلعب وياخد راحته في الحكي. شايفين المي كيف بتنزل؟ لأن هاي الجهاز أو هاي الماكينة بتساعد على شفط السوائل وشفط الماء. خلينا هسه نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. شو شفط السوائل وشفط الماء؟ مالي ركزي يا بنتي الحل. يا عمي مش متغدي مش مشكلة. خلينا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. واليوم إن شاء الله دعمنا لقناة جميلة وصاحبيتها أجمل. وللأمانة أنا مش يعني في وجهها أو مش عشان بدي أعلن عن قناتها، أنا من الناس الواضحة وصريحة. والله لو صاحبية القناة ما بتعجبني مش ما بدعمهاش، بجيبش سيرتها، وبالعكس بحكي رأيي فيها بكل صراحة. فيش عندي لحية ممشطة، وأكيد الكل صار يعرف طبعي وكيف أسلوبي. أما إني أنا متغير على دعم القنوات، والله أنا يا جماعة الخير مش متغير. بس بعض القنوات اللي بكيت أدعمها اللي خذلوني من يوميتها زي ما بتقولوا انكرست، خلاص حرمت أدعم حدا. طبعا أختنا منال هوم قناة كثير حلوة وجميلة، قناتها لسه مبتدئة، يا ريت تروحوا تنوروا قناتها يعني وتقولوا لها احنا جايين من عند فلاحة فلسطينية، خلوها تشجع تنزل فيديوهات وتنوع لنا فيهن. طبعا اختي منال وجميع خواتي على عيني وعلى راسي، وانا برجع بقول احكي لصاحبة التعليق انا مش متغير، بالعكس ولا مغير اسلوبي ولا راح اغيره في يوم من الايام. اما قصة اني ادعم الرايح والجاي لا، هذا الحكي أنا بطلته من زمان، لأنه فعلا الناس اللي خذلوني ما توقعت منهم يعملوا هذا الإشي. فمن يوميتها اتعلمت درس كبير. الشطة اللي فرمناها مع بعض طبعا بحط في كاع المرتبان يعني كزاز أو بلاستيك، 2 بزبطن، أهم حاجة يكبين نضاف وناشفات. نحط في الكاع شوية زيت وعلى الوجه شوية زيت. طبعا الزيت بمنع التعفن، هو أساسا مش راح يلحق إنه يتعفن، راح نتلهن على السريع. فيديو اليوم قصير ما هوش طويل كثير، حبيت بس إني أفيدكم في هاي المعلومة وأرد على بعض التعليقات وأفهم بعض الناس اللي مفكريني إني أنا اتغيرت، بطلت أدعم قنوات معينة. حتى سألوني عنها هاي القنوات في البث المباشر اللي عملته يوم الأحد.
طبعًا ما بدي أصرّح أكثر من هيك لإني ما بدي وجع راس، فربنا يوفق جميع القنوات، وإن شاء الله بتحققن كل اللي بتتمنينه، بس أهم حاجة لمّا تيجي تعملي قناة خليكِ على طبيعتِك، تتصنعيش، تتهبليش ولا تمثلي. أختنا قناة منال هوم، قناة جميلة، قناة فعلًا أنا باحب أتابعها، ولو باحبش أتابعها باحكي في وجهها وباقول لها ما بدي أدعمِك ولا باحبِك، طبعًا أنا إنسانة واضحة وصريحة، روحوا زوروها وقولوا لها إحنا جايين من تلا فلاحة فلسطينية، طبعًا حطينا هنا زيت على الوجه، وين نحفظها؟ هنحفظها في أي خزانة، طبعًا الجات هذا مش راح أجليه، راح أحط فيه شغلة وأطبخها، اتوقعوا شو راح أحط فيه وشو راح أطبخ يوم الأربعاء. هسا خلّينا نصلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، إن شاء الله إني أكون خفيفة الظل عليكم، وإن شاء الله تحبوا فيديوهاتي، وإن شاء الله أنتم بتوصلوني ل3000 مشترك بأقرب وقت، وقُلت لكم هسه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.